كريستيانو الصفقة ديال النصر السعودي أكبر صفقة على المستوى الرياضي، الصفقة اللي دارت ضجة وكيتسائلوا علاش وكيفاش وشحال القيمة ديالها بالفلوس، اللي ما بغاش يقولوها لنا صحابنا السعوديين القيمة ديالها وشحال بالدولار. المهم حتى أنا بغيت نعرف وبغيت نبارطاجي معكم هاد المعلومات. النجم ديالنا كريستيانو وما لا يعرفه دارت صفقة مع النصر السعودي، عقد مدة 2.5 من بعد ما فسخ العقد ديالو مع الفريق السابق بالتراضي. وبالفرحه ديال النصر السعودي اللي ما قداه فرحه، والقنوات والسوشيال ميديا كتهضر على التغريده ديالو في التويتر وكيعبر على الحب ديالو والفرحه والاعتزاز بالضم كريستيانو عنده. العباره المتداوله حاليا هو الرياضي العالمي ينضم الى العالمي. العالمي هو اللقب النادي النصر السعودي، وحتى رونالدو قال باللسان ديالو انه متشوق انه ينضم للفريق دولة مختلفة، حيث انا معجب بالنظر ديالو الملهمة على الرياضة وغادي نحققوا بزاف ديال النجاحات. اكبر صفقة عالمية واكبر صفقة في التاريخ كتعتبر خارطة طريق جديدة للرياضة السعودية ونادي النصر. كيفاش وعلاش؟ المهم انا نقول لكم ان هذه الصفقة التاريخية من بعد 24 ساعة الصفحة ديال النصر انتقلت من 800 ألف ل 5,800,000 مشترك في لاباج انستغرام ديالهم، وتباعوا التيشيرتات في ظرف ساعة 500 تيشيرت 459 ريال سعودي في ظرف ساعة ديما كامل. وهذا الشيء إن دل عن شيء فهو يدل على الفرحة الكبيرة الغير العادية للجمهور ديال كريستيانو، وأن التكلفة انتقال الأسطورة لنادي النصر ب200 ألف أورو في العام كتعتبر أكبر صالير في تاريخ الرياضة. وهذا معلومة نشرتها الصحافة البرتغاليه، والجمهور ديال كريستيانو بقاو كيلعبوا بالصالير ديالو وبقاو كيقسموا حتى جاتو 96 درهم في الثانيه. واخا بطبيعه الحال غادي يخرجوا منتقدين من الجنب وغايقولوا ان كريستيانو كبر في العمر، واخر مره ما كانش في المستوى في كاس العالم، لاعب في 39 عام ما غاديش يكون في المستوى المطلوب، وفي كاس العالم في قطر كان غير احتياطي. مهم السعوديين مشاو دخلوا في حياته الشخصيه وكيفاش كيعيش وكيفاش كيدرب وبزاف ديال التفاصيل د حياته، ما بغاوش يختزلوا المسيره ديالو غير في كاس العالم مؤخرا. السؤال واش يستاهل كريستيانو هذا المبلغ؟ خوتنا السعوديين جاوبونا على السؤال غير بالاحتفال اللي داروا في المركبات الرياضيه وفي المؤتمرات الصحفيه اللي دازوا هاد يومين. المهم الهضره بزاف لخصوها بان كريستيانو ينضم للدوري السعودي ب200 ألف أورو اللي غادي ترجع عليهم بأضعاف على المستوى الاقتصادي والرياضي، حيث هما غادي يتعاقدوا مع مليار متابع، وحتى من الناحية الفنية والاستثمارات الخارجية والداخلية، وغادي يحظوا حتى بالصحافة من جميع بقاع العالم. حيث قال واحد الصحفي ان عندنا صداع حنا نجيو عندنا مترجمين اجانب يترجموا الثقافة ديال الحضارة بلادنا السعودية.